النهارده الرابع. عارف يعني ايه؟ يعني خلاص انت جاهز تشتغل بكلود. يلا بينا. لو كنت بتستخدم اي تول زي تشات جي بي تي او مانوس او جيميناي او غيره وعايز تنقل كل بياناتك لكلود، فانت تقدر تعمل ده وببساطه جدا. كلود عامل جواه في السيتنج بتاعته حركه ذكيه جدا. اضغط على صوره بروفايلك ومنها للسيتنجز وبعدين كابابيلتيز، فهتلاقي اختيار اسمه import memory from other AI providers. واول ما تدوس على الاختيار ده كلود هيطلع لك شاشه فيها برومت جاهز. هتاخد البرومت ده كوبي وتروح تفتح تشات جديده في اي تول انت كنت بتستخدمها، وليكن تشات جي بي تي، جيميناي او مانوس او غيره، وهتحط البرومت ده وتشغله. ساعتها هيطلع لك اهتماماتك واسلوبك وشغلك وكل معلوماتك بشكل مرتب ومنظم كلود يقدر يفهمه. هتاخد النتيجه اللي طلعت دي كوبي وترجع لنفس المكان اللي جبت منه البرومت، وهتلاقي فيه جزء تاني فاضي هتحط فيه الكلام ده بس، وهيظهر لك زرار مكتوب add to memory هتضغط عليه. وكده كلود خد كل الهيستوري بتاعك من الاداه القديمه وحطه عنده، فهتبدا تشتغل على نفس كل البيانات بتاعتك والهيستوري بتاعك زي ما هو. كده انت عرفت ببساطه جدا كل اللي محتاجه علشان تبدا تستخدم كلود بشكل شبه احترافي. وعشان توصل للاحتراف كل اللي عليك يا صديقي طبق وابدا استخدم ادوات وشوف نتائجها، وواحده واحده هتلاقي نفسك محترف. زي ما بنقول كل مره، لايك وفولو لو عايز تعرف كل حاجه عن الاي اي.